السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا أبطال وطلاب تانية ثانوي. زي ما وعدناكم النهارده إن شاء الله هنبدأ أول حصة في الكورس التأسيسي لمنهج الصف الثاني الثانوي. الكورس التأسيسي ده مفيد لحضرتك جدا في دراسة منهج الكيمياء في تانية ثانوي وتالتة ثانوي إن شاء الله. إحنا بادئين معاك كورس تأسيسي بداية من الصفر. طبعا كل محاضرة هنعلى بالأفكار لحد إن شاء الله ما نوصل معاك لنتيجة كويسة جدا. هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنبدأ بيها يا شباب إيه هو تعريف المادة؟ طيب إحنا ليه هندرس المادة أساساً؟ علم الكيمياء كله قائم على دراسة المادة. طيب هي المادة لما أجي أعرفها مطالب أكون عارف عنها حاجتين، كتلة المادة وحجم المادة. يبقى أول حاجة في التعريف بنقول إن المادة هي كل ما له كتلة. يعني إيه كل ما له كتلة؟ لو أنا دلوقتي جبت أي مادة حطيتها على الميزان يبقى هتقيس لي الكتله بتاعتها. فممكن اقيس كتله الماده بوحده الجرام، او اقيس كتله الماده بوحده الكيلو جرام، او اقيس كتله الماده بوحده الطن. يبقى في عندي وحدات اساسيه لقياس كتله الماده. يبقى انا دلوقتي مثلا معايا القلم بتاع الشاشه هحطه على الميزان هيقيس لي الكتله بتاعته. طب القلم ده هوزنه بايه؟ بما ان هو جسم الى حد ما صغير هوزنه بوحده الجرام. طب لو بوزن مثلا حجاره من احجار الاهرامات يبقى انا هوزنها بوحده الطن. يبقى كل جسم على حسب الحجم بتاعه قد ايه اقدر اعرف كتلته قد ايه. يبقى اول جزء في تعريف الماده هي كل ما له كتله. المفروض هنقول كل ما له كتله وحجم. طب ايه ترجمه كلمه حجم عندنا في الكيمياء؟ انه بيشغل حيزا من الفراغ. يعني ايه؟ القلم اللي انا دلوقتي حاطه على ايدي ده قدام الكاميرا هو بيشغل حيزا من الفراغ. ليه حاجتين، كتله وحجم. انا كشخص انا كانسان ليا كتله وحجم. اي حاجه بنتعامل بيها مع الكون او داخل الكون دي بتسمى ماده. في ماده يا شباب مشهوره جدا زي مركب الميه، بيمر بالثلاث حالات اللي انا عايز اعرفهم بالنسبه للماده، وممكن اقيس له الكتله بتاعته واقيس له الحجم بتاعه. طيب الميه، رمز الميه مبدئيا مركب الميه هو H2O. لو انا جبت كميه من الميه حطيتها في اي ديب فريزر هتتحول معايا للحاله الصلبه. طب التركيب الكيميائي بتاعها H2O. طلعت قطعه الثلج سبتها في درجه حراره الغرفه تبدا تنصهر وتتحول للحاله السائله، برضو التركيب الكيميائي بتاعنا H2O. طب يا ترى الحجم بتاع الثلج زي هيكون حجم الميه؟ قطعا لا. طب لو انا بدات اعرضها الى حراره لحد ما توصل لدرجات الغليان تبدا الميه يا شباب في مرحله التبخر، يبقى انا حولتها لبخار الميه، برضو الرمز بتاعها H2O. يبقى انا عندي الميه مره اتعاملت معاها في الحاله الصلبه، مره اتعاملت معاها في الحاله السائله، مره اتعاملت معاها في الحاله البخاريه، او بصفه عامه بنعتبرها الحاله الغازيه. فيجي طالب يقول لي معنى كده ان حالات الماده ثلاثه؟ لا، حالات الماده عندي حاله رابعه تسمى حاله البلازما. احنا في كورس التاسيس عايزين نعرف الحالات الاساسيه. يبقى عندي الماده ممكن تكون في الحاله الصلبه، ممكن تكون في الحاله السائله، ممكن تكون في الحاله الغازيه، او تحديدا حاله بخاريه كمثال مركب الميه. طب نيجي بعد كده يا شباب عشان نقدر نكمل تدريس او دراسه تركيب الماده. انا عندي تمثال مشهور جدا اللي هو تمثال ابو الهول. طب قدماء المصريين صنعوا التمثال ده ازاي؟ صنعوا التمثال ده من حجاره او ماده تسمى الحجر الجيري. ايه التركيب الكيميائي بتاعها؟ طبعا قدام هنعرف ان الحجر الجيري عباره عن كربونات الكالسيوم CaCO3 ومعاها بعض المركبات بنعتبرها عندنا النهارده ما يسمى باسم الشوائب. طب انا لو جيت دلوقتي على الحجر الجيري هلاقي الماده بتاعتنا بتتكون من جزيئات. طب لو دخلنا جوه الجزيئات هلاقيها بتتكون عندي من ذرات. يبقى التدرج الطبيعي ان انا عندي ماده لو جزأتها هلاقي عندي جزيئات، جزأت الجزيئات هلاقي عندي ذرات، في جسيمات اصغر من الذره عندي. بس احنا بنقول ان الوحده الاساسيه لتركيب اي ماده هي الذره. زي ما انا عندي في الاحياء ما هي وحده بناء الكائن الحي، يقول لي الخليه. وحده بناء الماده عندي او وحده تركيب الماده هي الذره. يبقى في عجاله تلخيص اللي قلناه، لو انا بتعامل مع اي ماده الماده بتاعتي تتكون من الجزيئات،
واي جزيئات بتتكون من الذرات. المثال اللي اتكلمنا عنه ماده كربونات الكالسيوم تتكون من جزيئات كربونات الكالسيوم. طب انا عندي جزيئات، لو خدت الجزيء وبدات افك ذراته هلاقي عندي الجزيئات بتتكون من ذرات. طب الذرات اللي عندي تكوينها ايه؟ عندي ذره كالسيوم، عندي ذره كربون، عندي 3 ذرات اكسجين. يبقى الماده يا جماعه عموما تتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من الذرات. يبقى ده التدرج لتركيب الماده. الماده تتكون من جزيئات، الجزيئات تتكون من الذرات. طيب نروح بعد كده ليه هو تركيب الذره؟ انا دلوقتي قلت ان الماده بتتكون من جزيئات والجزيئات تتكون من ذرات. هناخد الكيمياء من الصغير للكبير. اصغر حاجه معانا الذره. طب العلماء الاول فكروا في تركيب الذره في مراحل كتير جدا لتطور الذره، بس نتكلم على النتيجه النهائيه. ايه هي مكونات الذره؟ اول حاجه في تكوين الذره يا شباب جسيم يسمى النواه. طب النواه من معنى الكلمه بتاعتها في اللغه العربيه يعني حاجه موجوده في مركز حاجه تانيه. يبقى النواه بتوجد فين؟ في مركز الذره، السنتر بتاع الذره. طب ايه هو التكوين التاني للذره؟ عباره عن الالكترونات. يبقى انا عندي دلوقتي مكونين اساسيين لتركيب الذره، حاجه اسمها النواه ودائما توجد في مركز الذره، والالكترونات دي بتدور حول النواه. طب لو اتكلمنا الاول عن النواه، يا ترى الحيز بتاعها كبير ولا صغير؟ النواه بتشغل حيزا صغير جدا جدا. معنى كده ان النواه الحيز بتاعها صغير. طيب تمام. طب حجم الذره بالنسبه لها كبير جدا. طب ايه هو اللي موجود معايا جوه النواه؟ عندي نوعين من الجسيمات، عندي البروتونات والنيترونات. طب تعالوا كده عشان نفكر. هي البروتونات شحنتها موجبه، النيترونات شحنتها متعادله. يبقى جوه النواه عندي جسيمات موجبه الشحنه، جوه النواه عندي جسيمات متعادله الشحنه. يبقى انا لما اجي اتكلم على النواه مين المتحكم في الشحنه بتاعتها؟ ما تقوليش النيترونات دي شحنتها متعادله. المتحكم في شحنه النواه او اللي بيحدد شحنه النواه هي وجود البروتونات موجبه الشحنه. فيجي هنا بقى حد يقول لنا سؤال علم. النواه ذات شحنه موجبه لاحتوائها على البروتونات موجبه الشحنه والنيترونات متعادله الشحنه. احنا بنقول المؤثر في شحنه النواه مش المؤثر في كتلتها. المؤثر في شحنه النواه هي وجود البروتونات الموجبه الشحنه، اما النيترونات متعادله الشحنه. طب دي يا شباب مكونات النواه. طب بقى واحده واحده كده نشوف ايه هي بقى الالكترونات. هي عباره عن جسيمات كتلتها ضئيله جدا بتدور حول النواه بسرعات فائقه. السرعه بتاعتها عاليه جدا. طيب تمام، ليه بتدور بسرعه عاليه؟ قلناها قبل كده في علوم اعدادي حتى لا تسقط داخل النواه. طب هي هتدور حول النواه فيما يسمى ايه؟ مستويات الطاقه، وهناخدها دلوقتي ان هي عباره عن مدارات وهميه يدور فيها الالكترون حول النواه. يعني مسار محدد ولا غير محدد؟ لا، مسار محدد. طب الالكترونات هي جسيمات سالبه اللي هي يا شباب سالبه الشحنه. يبقى في عجاله كده احنا قلنا عندنا الماده تتكون من جزيئات، الجزيئات بتتكون من ذرات. هنبدا بالصغير لحد ما نوصل للكبير. الذره تركيبها ايه؟ عندي نوعين اساسيين، نواه والكترونات. النواه موجبه الشحنه. طب ايه اللي خلاها موجبه؟ جواها نوعين من الجسيمات، بروتونات موجبه، نيترونات متعادله. طب عندي الكترونات دي سالبه الشحنه. يبقى دلوقتي لازم نفرق. لو جينا اتسالنا سؤال مين المتحكم في شحنه النواه؟ هي البروتونات. طب مين بقى المتحكم في شحنه الذره؟ هنجاوبها دلوقتي مع بعض، ودي حته كويسه جدا عشان نقارن ما بين شحنه النواه وشحنه الذره الكليه بتاعتنا. اي يا شباب بروتون واي نيترون واي الكترون دي بنسميها جسيمات دون ذريه. يعني ايه دون ذريه؟ انا عندي الذره في حاجه اصغر منها؟ طبعا. الجسيمات الاصغر من الذره بنسميها دون الذريه، يعني حاجه اصغر من الذره عندنا بكتير. هنتعرف على المكونات دي
وهنعرف كل عدد منها بيمثل ايه بالظبط. طب نروح بعد كده لحته مهمه جدا، او التعليل اللي قلنا عليه، توصف نواه الذره بانها موجبه الشحنه. لو قال لي علم، هقول له احتواء النواه على بروتونات موجبه، يبقى الشحنه هنا يا جماعه موجبه، وعند نيترونات متعادله، يبقى الشحنه هنا متعادله. يبقى مين المؤثر في شحنه النواه؟ هي وجود البروتونات ذات الشحنه الموجبه. طب دلوقتي لازم نكتب سؤال مع بعض هنجاوبه مع بعض كمان شويه. العامل المؤثر في شحنة النواة، أو بمعنى تاني الجسيم المؤثر في شحنة النواة. طبعا احنا قلنا خلاص البروتونات. طيب الجسيمات، أو بين قوسين العامل المؤثر في شحنة الذرة المتعادلة كهربيا. هناخد مع بعض دلوقتي الجسيمات ونعرف بعد كده إجابة السؤال بتاعنا ده هيكون إيه بالظبط. طيب إيه هي بقى خصائص الجسيمات دون الذرية بتاعتنا؟ اللي هي مين الجسيمات دون الذرية تاني؟ البروتونات، النيترونات، الإلكترونات. طب أنا هقارن بينهم من حيث كام حاجة؟ هنقارن يا شباب من حيث 3 حاجات. إيه هم ال3 حاجات دول؟ أول حاجة أنا هقارن بينهم من حيث الرمز، هقارن بينهم من حيث الشحنة الكهربية، من حيث الكتلة. طب بهدوء كده، البروتون رمزه بي، النيترون رمزه ان، الإلكترون اي سالب، ما تقوليش اي شرطة، هو إلكترون يحمل شحنة سالبة. طب احنا دلوقتي قارنا بينهم من حيث الرموز. طب من حيث الشحنة الكهربية لسه قايلين البروتونات ذات شحنات موجبة، يبقى شحنة كل بروتون موجب 1، شحنة كل إلكترون سالب 1. ليه ربطنا الاثنين دول مع بعض؟ عشان هما اللي هيتحكموا معايا في الشحنة بتاعت الذرة بتاعتي. لو كان عددهم متساوي يبقى الشحنة الإجمالية للذرة بكام؟ ب0. أنا أهملت النيترون ليه في الشحنة؟ لأن النيترون بتاعي في حالة تعادل كهربي. فلو خدنا الحتة دي وبدأنا نشتغل عليها، لو مثلا عندي ذرة تحتوي على 11 بروتون، يعني 11 شحنة موجبة، تحتوي على 11 إلكترون، يبقى 11 شحنة سالبة. المجموع الجبري شغل رياضة موجب 11 وسالب 11، هلاقي ان المجموع الجبري بتاعهم بكام؟ ب0. يبقى قدام لما نيجي نتكلم في اعداد التأكسد تقول لي هو ليه الذرة المفردة بتاخد شحنة كهربية 0؟ اقول لك عشان في حالة تعادل كهربي لا فقدت الكترونات ولا اكتسبت الكترونات، يبقى عدد الشحنات الموجبة بيساوي عدد الشحنات السالبة. طب لو عدد الشحنات الموجبة زاد بقى ايون موجب، عدد الشحنات السالبة هو اللي زاد بقت ايون سالب. طيب عرفنا ان شحنة البروتون موجب 1، شحنة الالكترون سالب 1، شحنة النيترون ب0 في حالة تعادل. تعالى بقى على المهم، كتلة كل واحد بروتون ب1 يو. طب ايه يا شباب اللفظ يو اللي احنا بنتكلم عليه؟ ده اختصار للحروف AMU، بالعربي بيعبر عن حاجة اسمها وحدة الكتل الذرية. هنتعرف عليها في حساب الكتلة الذرية والكتلة الجزيئية وكتلة المول جوه المنهج بتاعنا إن شاء الله. يبقى كل بروتون ب1 يو، كل نيترون ب1 يو. سيبك من اللفظ يو، ركز مع الرقم 1. أما الإلكترون 1 على 1836، يعني الإلكترون أصغر من البروتون بمقدار 1836 مرة. يبقى احنا معانا حق نقول ان كتلة البروتون زائد النيترون هي اللي بتحدد الكتلة او معظم كتلة الذرة، لان كتلة اي الكترون بالنسبة لنا يا شباب هي كتلة مهملة. يبقى الالكترون لو حبيت اديله تعريف هو جسيم مادي سالب الشحنة، يمكن اهمال كتلته ولكن لا يمكن اهمال شحنته. امال مين اللي اقدر اهمل الشحنة بتاعته كانها مش موجودة؟ النيترونات، لان يا جماعه الشحنات بتاعتها دايما في حاله تعادل. الشحنه الاجماليه بكام؟ ب0. طب نروح بقى على بعض الاستنتاجات المهمه اللي احنا قلناها عند بعض في الشرايح اللي فاتت. اول حاجه يا جماعه شحنه البروتون بتساوي دايما شحنه الالكترون، بس مش بتساويها ان ده موجب وده موجب او ده سالب وده سالب، لا،
دي بتساويها في المقدار، ان اي بروتون شحنته واحد، اي الكترون شحنته واحد، بس البروتون موجب والالكترون سالب، يبقى الشحنات قد بعض في المقدار ولكن تختلف عنها في النوع، عشان كده بيلاشوا بعض. يعني موجب واحد وسالب واحد يبقى الشحنه الاجماليه عندي مثلا بصفر. لو عندي 2 بروتون واحد الكترون يبقى الشحنه الاجماليه موجب واحد، يبقى انا بتكلم عن ايون موجب. طيب تمام. الملاحظه اللي بعد كده، انا بقدر مكونات اي جسيمات دون ذريه اللي هي البروتون، النيوترون، الالكترون بوحده اليو. طب تمام. كتله اي الكترون اقدر اهملها، لسه واخدين المقادير من شويه. كتله البروتون 1 يو، النيوترون 1 يو، الالكترون 1 على 1836 يو، يبقى انا اقدر اهمل الكتله بتاعته. عشان كده بيجي يقول لي دايما علل ليه بتتركز دائما كتله الذره داخل النواه؟ لان انا عندي كتله الالكترونات اللي موجوده في مستويات الطاقه، هناخدها دلوقتي تفصيلا مع بعض. الكتله بتاعتها ضئيله جدا مقارنه بكتله كل من البروتونات والنيوترونات. يبقى مين المتحكم دايما في الكتله؟ البروتون والنيوترون. لكن مين دايما المتحكم في الشحنه؟ البروتون والالكترون. خد بالك عشان قدام هيبقى عندك تفاعلات اكسده واختزال، فقد واكتسال. عايز اعرف مين الموجب ومين السالب، والموجب بقى موجب ليه والسالب بقى سالب ليه. فالجزئيه دي مهمه جدا. مين المتحكم في الكتله؟ البروتون والنيوترون. طب مين المتحكم في الشحنه؟ البروتون والالكترون. شحنتهم متساويه ولكن تختلف في النوع، الاثنين بيكونوا عكس بعض. طب ده كلام جميل جدا. نبدا نشوف بعد كده اهم جزئيه بالنسبه لي النهارده في الشرح، اللي هي رموز العناصر. طب احنا عايزين نفكر، هو احنا ليه اساسا بنشتغل برموز للعناصر؟ اول حاجه هقولها لك، لو احنا بنفترض ان احنا بنعمل تفاعل كيميائي، التفاعل ده هنكتبه باللغه العربيه. هنقول في التفاعل مثلا تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الاكسجين. دول بالنسبه لنا كده اسمهم متفاعلات. هناخد كده المعادله الكيميائيه وازاي نوزنها وازاي نشوف الحالات الفيزيائيه. اي معادله ليها سهم تفاعل. لو في شروط هنكتبها طبعا بالعربي، فانا هكتب هنا حراره. قدام هناخد الشفرات والرموز اللي بتعبر عن اي شرط تفاعل. ايه النواتج اللي بتطلع؟ بيطلع عندي هنا بخار الميه. انا عبرت عن التفاعل ده بمعادله بالنسبه لي كده اسمها معادله لفظيه. طب انا كتبتها بلغه ايه؟ كتبتها باللغه العربيه. انا راجل عربي فهكتب باللغه العربيه. طب انا دلوقتي لو بتعامل في اي بلد تانية باي لهجه تانية، يبقى علم الكيمياء دلوقتي بقى متعدد اللغات، ملوش توحيد. احنا عايزين نوحد علم الكيمياء. اي انسان بيدرس كيمياء في اي مكان هيدرسها بنفس الاسلوب اللي زميله في بلد تانية بيدرسها. عندنا منظمه اسمها منظمه الايواك، هنتعامل معاها باستفاضه في الكيمياء العضويه. طيب منظمه الايواك دي هي المسؤوله عن علم الكيمياء، سواء كان كيمياء بحته سواء كان كيمياء تطبيقيه، يعني سواء كان كيمياء نظريه او كيمياء عمليه. طب العلماء بتوع منظمه الايواك فكروا في ايه؟ قال لك انا هعبر عن كل عنصر بحاجه اسمها رمز كيميائي. يبقى دايما بعبر عن العناصر برموز كيميائيه، واعبر عن اي مركب بحاجه اسمها الصيغه الكيميائيه. عشان كده لما نيجي نعرف المعادله الكيميائيه، اول حاجه هقول لك ايه؟ هي مجموعه من الرموز والصيغ الكيميائيه. تقول لي ليه؟ انت ليه قلت رموز وصيغ؟ لان رموز يبقى انا بعبر عن عنصر، صيغ يبقى انا بعبر عن مركبات. طيب ازاي وصلنا لرموز العناصر برضه؟ احنا لفينا ودورنا ما وصلناش لاساس الموضوع. احنا اتعاملنا من شويه باللغه العربيه، فقال لك هو الاساس اللي هنتعامل بيه ايه؟ قال لك هنتعامل بلغه تسمى اللغه اللاتينيه. طبعا دي لغه مشتق منها اللغات الاوروبيه كلها. طيب البديل بتاعها ايه؟ قال لك البديل بتاعها هي اللغه الانجليزيه. فانا هشوف اسم العنصر وليكن زي عنصر الهيدروجين، فاسمه في اللغه اللاتينيه زي اللغه الانجليزيه، اختار اي رمز. فلقوا ان رمز الهيدروجين في اللغتين اول حرف منه اتش.
طب ما انا عندي برضه عنصر او غاز زي غاز الهيليوم له برضه الاسم متشابه في اللغتين، اللغه اللاتينيه واللغه الانجليزيه. بس انا كده عندي مشكله، انا هعبر عن عنصر الهيدروجين بالرمز اتش، هعبر عن الهيليوم بالرمز اتش. ازاي عنصرين ليهم نفس الرمز؟ من هنا بقى جت قصه ثانيه، قال لك احنا ممكن نحلها. طب هنحلها ازاي؟ قال لك انت عندك عنصرين حصل بينهم تشابه في اول رمز او اول حرف من الكلمه. طب ما تيجي نعبر عن غاز الهيدروجين بحرف واحد اللي هو اتش كابيتال، وتعالى نعبر عن الهيليوم بحرفين، اول واحد كابيتال والتاني سمول. طب ما احنا كده هنقع في عناصر كتير زي دي، زي الفلور رمزه اف، الحديد قال لك برضه رمزه اف. تعال ميز، قال لك اف اي، اول واحد كابيتال والتاني سمول. عندك النيتروجين رمزه ان، الصوديوم رمزه ان، قال لك برضه خد الحرف الثاني يبقى ان ايه. يبقى انا هعبر عن بعض العناصر برمز واحد او بحرف واحد، وهعبر عن بعض العناصر بحرفين. يبقى لو كان العنصر هشتغل عن رمزه او هعبر عنه بحرف واحد فانا بكتب الحرف ده كابيتال. زي مين يا شباب؟ زي غاز الهيدروجين رمزه اتش، والاتش بتاعتي كابيتال. طب لو انا هعبر عن العنصر بحرفين، قال لك اكتب الاول كابيتال والثاني اكتبه سمول. يبقى احنا دلوقتي مش هاجي اقول لك تعالى احفظ رمز الصوديوم رمزه ان ايه، احفظ رمز الحديد اف اي، احفظ اي رمز الارجون اي ار. طب يا عم هو انت ليه كتبت الاي كابيتال والار سمول؟ تمام؟ طب انت ليه اساسا اشتغلت في العنصر ده بحرفين؟ ليه مش بحرف واحد؟ انا بديك ابسط المعلومات ان في تشابه بين العناصر في الرموز. طب انا عايز اميز، قال لك خلاص خلي واحد بحرف وواحد بحرفين. اللي بحرف واحد يكتبه كابيتال، اللي بحرفين هنكتب الاول كابيتال والثاني هنكتبه سمول. طيب ده بالنسبه يا شباب ازاي هكتب رموز العناصر. يبقى لو قال لي هنا علل ليه تتكون رموز بعض العناصر من حرفين؟ عشان اقدر اميز بينهم، عشان بعض العناصر دائما بتشترك في الحرف الايه؟ الاول. طب خد بالك في الملحوظه دي، لو اختلف اسم العنصر في اللغه الانجليزيه عن اللغه اللاتينيه، المرجع بتاعي دايما مين يا شباب؟ انا بشتغل على حسب الحروف باللغه اللاتينيه. خد بالكم ان معظم المصطلحات الطبيه، معظم المصطلحات الكيميائيه بتكون باللغه اللاتينيه وليست اللغه الانجليزيه. لو في تشابه اعرف ان اصل الكلمه في اللغه دي زي اصل الكلمه في اللغه دي. طيب خلصنا الجزئيه بتاعت رموز العناصر وازاي اخترناها. احنا لسه ما اشتغلناش على رمز العنصر هشتغل بيه ازاي جوه المعادله وازاي اعمل له عمليه وزن، وما اشتغلناش لسه على ازاي هنكتب صيغه كيميائيه. احنا زي ما اكدنا عليكم يا شباب بادئين كيمياء من مستوى الصفر، ازاي حتى كتبنا اسماء العناصر الكيميائيه. نيجي للجزئيه اللي بعد كده، ازاي هعبر عن رمز العنصر. طيب الجسيمات اللي جوه العنصر دي اعبر عنها ازاي او بترمز عندي لايه؟ اول حاجه عندنا في حاجه اسمها العدد الكتلي. طب العدد الكتلي رمزه ايه؟ الحرف A. طب بالانجليش اسمه ايه؟ ماس نمبر، او بنعبر عنه بلفظ يسمى عدد النيوكليونات. طب هو العدد الكتلي من اولى اعداد احنا عارفين ايه؟ هو مجموع اعداد البروتونات اللي هي ذات الشحنات الموجبه والنيترونات ذات الشحنات المتعادله. يبقى انا لما اجمع البروتون زائد النيترون انا كده بستنتج العدد الكتلي لاي عنصر. طب العدد الثاني المهم هو العدد الذري. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل النواه. في طالب يقول لي ممكن اقول او عدد الالكترونات السالبه. التعريف ده كان قديم ما عادش شغال دلوقتي. طب ليه؟ لان عدد الالكترونات ما هو الثابت، ممكن الذره تفقد او ممكن تكتسب، لكن مين اللي ثابت جواها؟ عدد البروتونات. لكن ممكن استنتج عدد الالكترونات من عدد البروتونات في الذره المتعادله، او من خلال اعرف الشحنه بتاعت الايون فاستنتج من خلالها عدد الالكترونات بدلاله عدد البروتونات. طيب تمام. لما نيجي نشوف دلوقتي هو العدد الكتلي ده انا هكتبه فين؟ قال لك يكتب في اعلى يسار رمز العنصر. طب العدد الذري هكتبه فين؟ قال لك اسفل يسار رمز العنصر. يبقى انا مثلا لما اقول عندي رمز الكلور Cl
عدد ذري 17، عدد كتلي 35.5 تقريبا. يبقى اللي تحت هنا على اليسار بيمثل العدد الذري، اللي فوق هنا على اليسار بيمثل العدد الكتلي. طب العدد الكتلي تاني هو مجموع اعداد مين؟ البروتونات والنيوترونات. طب العدد الذري هو مجموع اعداد البروتونات. طب في علاقه بقى تربط الجسيمات دي كلها ببعضها؟ طبعا. العدد الكتلي قانون رياضي وبسيط جدا، عدد البروتون زائد عدد النيوترون. يبقى ايه؟ العدد الكتلي بيساوي بي زائد ان، او بالعربي احفظها كده اسهل، عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طب العدد الذري زد بيساوي ايه؟ عدد البروتونات اللي بيساوي عدد الالكترونات، بس هنا في حته ناقصه بقى نبقى شطار. الكلام ده فين؟ في الذره المتعادله كهربيا. لكن في اي موجب او سالب العددين دول لا يساووا بعض. طب عدد النيوترونات يا شباب لو عايز احسبه، اطرح العدد الكتلي دايما ناقص العدد مين؟ الذري. اظن المعلومه دي بسيطه شويه، عدت علينا قبل كده في المراحل اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي. طيب نيجي دلوقتي على مثال مهم. لو قال لي عندك عنصر اكس تحتوي نواه ذراته على 20 جسيم متعادل. طالما قال لي متعادل الشحنه يبقى الراجل ده بيتكلم عن النيوترونات، وعدد النيوكلونات اللي هو البروتون زائد النيوترون بيساوي كام يا شباب؟ 39. انا كده ممكن استنتج اي حاجه عندي. فاول حاجه بيطلبها مني بيقول لي احسب عدد البروتونات واحسب عدد الالكترونات، العدد الذري عايز الرمز وازاي اعبر عنه متضمنا العدد الكتلي والعدد الذري. تعال الاول، انت قلت 20 جسيم متعادل الشحنه، يبقى انا ممكن استنتج من الرقم ده ان عدد النيوترونات بيساوي عندي كام يا شباب؟ 20. طب العدد الكتلي انت قلت عدد النيوكلونات اللي هو بروتون زائد النيوترون بيساوي 39، يبقى انت هنا اديتني 39 اللي هو عدد البروتون زائد عدد النيوترون اللي هو كان كام من شويه؟ كان 20. يبقى لو عايز اطرح او عايز اجمع او عايز اطلع عدد البروتونات يبقى بيساوي العدد الكتلي ناقص عدد النيوترونات، 39 ناقص 20 يبقى عدد البروتونات عندي بتساوي كام؟ 19. طب هنا الراجل قال لي في السؤال تحتوي نواة الذره، ما قاليش عندي ايون، يبقى انا هنا بشتغل على حاله التعادل الكهربي. يبقى عدد الالكترونات هو نفسه عدد البروتونات بيساوي كام يا جماعه؟ 19. يبقى لو عايز اعبر عن رمز العنصر اللي هو رمزه اكس كده استنتجت ان العدد الذري كام؟ 19. استنتجت عندي ان العدد الكتلي بتاعي كام؟ 39 اللي هو عدد النيوكلونات اللي بنعبر عنه بالرمز ايه اللي هو العدد الكتلي. ده كان مثال بسيط عشان نقدر نحسب عدد البروتون، عدد النيوترون، عدد الالكترون، ازاي بنعبر عن الرمز بتاع العنصر. هو الرمز ده قدام هيفرق معايا جدا. في بعض الاسئله والمسائل بيجيب لك الرقمين ويقول لك انا عايز احسب مثلا الكتله الموليه. ده لفظ هناخده قدامه وهندرسه باستفاضه. في طلبه تاخد 19 وفي طلبه تاخد 39. لا طبعا انا بشتغل دايما بالعدد الكتلي وليس الاعداد الذريه. فاي حد بيحط لي سؤال بيحاول يجيب الرقمين يشوف الطالب عنده الاساسيات ولا ما عندوش الاساسيات، قادر يميز بين العدد الكتلي والذري ولا مش قادر يميز ما بينهم. لو قادر تميز الاساسيات المهمه بتاعت الكيمياء هتلاقي حل الاسئله معاك سلس وبسيط جدا ومش محتاج منك اي مجهود. طيب نروح بعد كده، هنيجي بقى دلوقتي يا شباب نتكلم عن مستويات الطاقه. طب احنا قلنا ان في نواه موجود جواها بروتون، موجود جواها نيوترون. طب الالكترونات دي بتدور فين؟ اول حاجه الالكترونات تدور في مناطق وهميه تسمى مستويات الطاقه. مبدئيا لو انت بتذاكر تخيل قدامك المجموعه الشمسيه، فتقريبا الذره تشبه المجموعه الشمسيه في التركيب، النواه تشبه الشمس، الالكترونات تشبه الكواكب. طيب يبقى مستويات الطاقه لما نيجي نعرفها بنقول يا شباب هي عباره عن مناطق وهميه تدور فيها الالكترونات حول النواه كل حسب طاقته. سيب لي الثلاث كلمات دول هنفسرهم دلوقتي. هنعرف كل مستوى الطاقه بتاعته اكبر من اللي قبله ولا اللي بعده، ونشوف الالكترون هيدور فيها ازاي ويكتسب طاقه مقدارها قد ايه. طب هي مستويات الطاقه اللي هنشتغل بيها مبدئيا احنا بنشتغل في المحاضره دي
بالمستويات الرئيسيه. قدام هنبدا نتكلم على المستويات الفرعيه، وطبعا ده الاساس في التوزيع الالكتروني. انا النهارده بقول احنا بناخد كورس تاسيسي من الصفر، ان احنا ما اخدناش اي معلومه كيمياء قبل كده. طيب اي ذره انا هتعامل جواها ب7 مستويات رئيسيه، بدايه من الرمز كي ال ام ان او بي كيو. وانا طالب قد كده كنت بسال نفسي طب هم ليه ما اختاروش الرموز دي اي بي سي دي وهكذا حتى بالترتيب؟ فالعلماء قال لك ايه؟ احنا ممكن نكتشف مستويات اقرب الى النواه واصغر من المستوى كي. يبقى انا عندي مجال ان انا ارقم او اسمي المستويات دي. ممكن اكتشف مستويات اكبر من الكيو، يبقى عندي مجال ارقم او اسمي المستويات دي. يبقى احنا خدنا تقريبا وسط الابجديه. طيب ارقام المستويات او رتبه المستويات دايما بتكون ارقام صحيحه من اول 1 لحد 7، 1 2 3 4 5 6 7. طب ممكن ادي رقم او مستوى الرتبه مثلا او الرقم 4.5، قال لك الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش قيم غير صحيحه. دايما انا بشتغل بارقام صحيحه موجبه من 1 ل 7. طبعا ما اتكلمناش على الذرات المثاره، انا بتكلم على المستويات من 1 الى ما لا نهايه. بقول تاني احنا بناخد معلومات تاسيسيه لعلم الكيمياء اللي تدخلني منهجي وانا عارف انا بتكلم عن ايه وهدرس ايه. يبقى نرجع تاني كده بسرعه في عجاله ان انا هتعامل مع 7 مستويات طاقه رئيسيه اللي احنا بعد كده برضو هنتكلم عليهم جوه الجدول الدوري، بدايه من المستوى كي الى المستوى كيو، بدايه من الرقم 1 الى الرقم 7. طيب بسرعه كده يا جماعه نبدا نشوف مستويات الطاقه دي، الطاقات بتاعتها هتبقى عامله ازاي. ادي يا جماعه النواه، مركز الذره بتاعتي. عندي 7 مستويات بدايه من الكي الى كيو، بدايه من الرقم 1 الى رقم 7. اول قاعده، كل ما ابعد عن النواه ايه اللي هيحصل؟ قال لك تزداد طاقه المستوى. يعني طاقه الكي اقل من ال، والال اقل من الام، وهكذا. يبقى الكيو هو اعلى المستويات في الطاقه، والكي هو اقل المستويات في الطاقه. لو قال لي دلوقتي في المرحله اللي انا فيها علل، هقول له لان الكي هو الاقرب الى النواه، الكيو هو الاعلى المستويات لانه الابعد عن النواه. يبقى دلوقتي بتكلم عن الطاقه على حسب البعد عن النواه، كلما بعد المستوى عن النواه تزداد الطاقه بتاعته. طب دلوقتي يا شباب لو بنتكلم على الكترون موجود في المستوى الاول، عندي الكترون موجود في المستوى الرابع. طب المستوى الرابع الطاقه بتاعته اكبر من المستوى الاول، يبقى طاقه الكترون المستوى الرابع هي كمان اكبر من طاقه الكترون المستوى الاول. يعني الخلاصه ايه؟ اي الكترون بيكتسب طاقه المستوى الذي يوجد فيه. طب مثلا عندي الكترون في المستوى السادس، يبقى طاقته اعلى من المستوى الرابع، اللي في الرابع اعلى من الاول، وهكذا. يبقى الخلاصه احنا بنتعامل مع 7 مستويات رئيسيه بدايه من كي الى كيو، من 1 الى 7 في اثقل الذرات المعروفه وفي الحاله المستقره. ما اتكلمناش على الذره وهي في الحاله المصهره. طب يا شباب نروح بعد كده ازاي احسب عدد الالكترونات داخل هذه المستويات. خدنا علاقه قبل كده وعلاقه مهمه جدا، وبرضه هتتكرر معانا في المنهج بتاعنا ان شاء الله. بحدد عدد الالكترونات من العلاقه 2 ان تربيع. طب ان بترمز لايه؟ قال لك ان بترمز الى رقم المستوى، او بنسميها بلغه ثانيه رتبه المستوى. يعني مثلا لو جيت اطبق على المستويات من 1 ل 4، تعالى كده نطبقها مع بعض. فالمستوى كي رقم 1 لما احب احدد عدد الكتروناته 2 في 1 تربيع، 1 دي اللي هي قيمه مين؟ الان. يبقى العدد الاجمالي عندي 2 الكترون، يبقى المستوى كي يتشبع بعدد كام؟ 2 الكترون. خد بالك الكلام ده هنحتاجه قدام كربط مع الجدول الدوري وازاي تم بناؤه. طب المستوى ال الرتبه بتاعته رقم 2 او رقم 2، يبقى 2 في 2 تربيع، 2 في 4 لان 2 تربيع ب4، يبقى اجمالي الالكترونات كام؟ 8. يبقى المستوى كي بيتشبع ب2، المستوى ال بيتشبع ب8. المستوى الثالث 3 في 3 تربيع، 3 تربيع ب9 في 2 يبقى 18 الكترون. المستوى الرابع 2 في 4 تربيع،
يعني 2 في 16 ب 32 الكترون. هو انت عملت لي 4 امثله، المستوى الاول والثاني والثالث والرابع، فين الخامس والسادس والسابع؟ قال لك انا ما اقدرش اطبق العلاقه 2 n تربيع عليهم. طب ليه؟ قال لك مثلا لو انا عندي المستوى الخامس، المستوى الخامس يا شباب يعني هقول 2 في 5 تربيع، 5 تربيع ب 25 في 2، يبقى انا بتكلم عن 50 الكترون. طب ايه المشكله؟ قال لك لا، لو زاد عدد الالكترونات في المستوى عن 32 تصبح الذره بتاعتي هي ذره غير مستقره او لا تخضع لقوانين الذرات المستقره. يبقى العلاقه بتاعتي 2 n تربيع بطبقها على كم مستوى؟ 4. المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع. لا تطبق على المستويات الخامس والسادس والسابع. ليه؟ نظريا المستوى الخامس هيتشبع بكام؟ ب50. تصبح الذره غير مستقره، لا تخضع لقوانين الذرات المستقره. امال المستويات دي هتاخد كام؟ قال لك بالنسبه للمستوى الخامس والسادس والسابع نفس عدد الكترونات المستوى الرابع. يعني الخامس يتشبع بعدد كام؟ 32، السادس 32، السابع 32 وهكذا. يبقى اقصى عدد ممكن المستوى يشيله كام؟ 32. بس في برضه ملحوظه مهمه، هو انا لو بتكلم عن مستوى خارجي هو لازم يشيل 32؟ قال لك لا، المستوى الخارجي ممكن يوصل لكام؟ ل8 وما يزيدش عن 8، لان 8 ده معنى كده ان المستوى بتاعي وصل لحاله الايه؟ الاستقرار. يبقى دايما المستويات الخارجيه، برضه يا شباب انا بتكلم على المستويات الرئيسيه مش الفرعيه، تميل ان التركيب الالكتروني بتاعها يبقى كام؟ 8 عشان اكون وصلت لحاله ايه؟ استقرار. طبعا مع طول المنهج هنلاقي امثله مع بعض باستفاضه، كل مثال هنبدا نقف عليه واحده واحده. طيب تمام، كده عرفنا الالكترونات اللي موجوده داخل المستويات. تعال ناخد مثال. لو انا دلوقتي بتكلم عن ذره النيتروجين N، عدد ذري 7، عدد كتل 14، لما اجي اوزع الكترونات انا ماليش علاقه بالعدد الكتلي، انا بشتغل على العدد الذري. البروتون بيساوي النيترون في الذره المتعادله. طب انا عندي النواه، عندي مستويين، شوف بقى هنوزع ازاي. اول مستوى اللي هو K، الثاني L، ده هياخد 2. طب انا عندي كام الكترون؟ 7. 7 ناقص 2 يبقى فاضل عندي 5. يبقى توزيع النيتروجين على حسب المستويات الرئيسيه 2 5. طبعا هنعرف كمان شويه هو فلز ولا لا فلز، يفقد ولا يكتسب. طب لو هيفقد كام؟ طبعا ده مش هيحصل. لو هيكتسب كام؟ طب عايز يوصل لايه؟ برضه هنعيد وتزيد في اللي احنا قلناه من شويه، هيحب انه يوصل ل8 عشان يكون وصل نفسه لحاله ايه يا شباب؟ استقرار. ناخد مثال تاني. لو بتكلم عن عنصر مشهور زي الصوديوم، برضه عدد ذري 11. انا عندي نواه، هرسم 3 مستويات اللي هم K L M، هنا عندي 2. طب تمام، 2 من 11 يبقى فاضل عندي 9، بس المستوى الثاني بياخد 8، بقى كده وزع 10 الكترونات. فاضل من ال 11 كام؟ 1. برضه هناخد دلوقتي تصنيفه، هو فلز ولا لا فلز؟ هيفقد ولا يكتسب؟ طبعا هو مش هيكتسب، هو هيفقد. طب لما هيفقد كام؟ ولما هيفقد الكترون عشان يوصل نفسه لكام؟ ل8. برضه وصل ل8 عشان يكون وصل نفسه لحاله ايه؟ استقرار. يبقى دايما لو انت مركز المستويات الايه؟ الخارجيه. انا مش بتكلم عن الفرعيه، انا بتكلم على الرئيسيه، تميل الى ان تصل الى التركيب الثماني عشان توصل مع نفسها لحاله استقرار. طيب تمام، نروح على جزئيه بعد كده وهي الجزيء. احنا اتكلمنا عن العناصر وقلنا العنصر ازاي بنختار الرمز بتاعه والذره وايه هو تركيب الذره وازاي اوزع الالكترونات جوه الذرات. هنيجي بقى على الجزيئات. هي الجزيئات كام نوع يا شباب؟ هنتعرف دلوقتي عن تعريف الجزيء. طب ايه هو الجزيء؟ هو اصغر جزء من الماده يمكن ان يوجد في حاله انفراد وتتضح فيه خواص الماده. كلام مهم هنفسره دلوقتي.
بس في نقطة أنا ملاحظ إن معظم الطلبة بيقولوا عكسها. يقول لك يوجد غالبا في صورة ثنائية الذرة، الكلام ده غلط. معظم الجزيئات الموجودة وحدية الذرة. لما ناخد الجدول الدوري هنثبت مع بعض الكلام ده ازاي. خد بالك في بعض المذكرات بنشوفها أو في بعض الملاحظات إن معظم الجزيئات ثنائية الذرة، الكلام ده مش مظبوط. هي معظمها أحادية وهنثبت الكلام ده. معظمها أحادية في الظروف العادية، ممكن تكون ثنائية، ممكن تكون يا شباب عديدة. طب ايه هي انواع الجزيئات؟ قال لك عندي نوعين من الجزيئات. يا اما هتعامل مع جزيء عنصر زي مثلا بقول غاز الاكسجين، اقول غاز الفلور، غاز النيتروجين. لو جيت فكيت الجزيئات دي هلاقي عندي O و O، الذرات بتاعتي في حالة تماثل. لو جيت فكيت الفلور هلاقي F و F، الذرات في حالة تماثل. يبقى دائما جزيئات العناصر بتتكون من ذرات متماثلة، يعني ذرات متطابقة مع بعض. طب النوع الثاني جزيئات المركبات، زي مين مثلا؟ سيبك من المثال بتاعنا. لو بتكلم عن اشهر مركب احنا حافظينه مع بعض H2O، لو جينا فكينا المركب ده هنلاقيه بيتكون من 2 H، هنلاقيه بيتكون من واحدة O. في تماثل او تطابق بين العناصر؟ لا، العناصر بتاعت المرة دي هي عناصر مختلفة. يبقى دائما جزيء المركب بيتكون من ذرات العناصر مختلفة. اشهر مثال عندنا مثلا حمض الكبريتيك. طب تعالى كده نفك الجزيئات بتاعته نشوف ذراتها ايه. هلاقي عندي 2 اتش، هلاقي عندي ذرة كبريت، هلاقي عندي 4 ذرات من الاكسجين. يبقى الذرات بتاعتي اللي كونت المركب هي ذرات مختلفة. طب يبقى دلوقتي الخلاصة ان احنا عندنا الجزيئات يا اما يكون جزيء عنصر يا اما يا شباب يكون جزيء مركب. طيب تمام. بالنسبة لجزيئات العناصر، جزيء العنصر قد يكون مكون من ذرة واحدة، فبنسميها الجزيئات أحادية الذرة. زي مين؟ أي عنصر في الحالة الصلبة بيكون الجزيء بتاعه أحادي الذرة. أي غاز خامل بيكون الجزيء بتاعه أحادي الذرة. أنا جايب لك 3 أمثلة بس، تعال نكتب ال6 غازات الخاملة. أنا عندي الهيليوم، عندي النيون، عندي الأرجون، عندي الكريبتون، الزينون، الرادون. كم غاز خامل؟ 6 غازات خاملة: هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. سيبك من الأعداد الذرية دلوقتي، احنا عايزين نحفظ مين هي الغازات الخاملة. ال6 غازات دول جزيئاتهم كل جزيء من ذرة واحدة. يبقى هذه الجزيئات أحادية الذرة، وبرضه قدامها مفسر لك هي ليه أحادية الذرة. طب عندي هنا العناصر الصلبة: فوسفور، صوديوم، حديد، ألمونيوم، زرنيخ. تمام؟ كل دي عناصر في الحالة الصلبة جزيئاتها بتتكون من كام؟ من ذرة واحدة. طب النوع الثاني عندي الجزيئات ممكن تكون ثنائية الذرات. طب زي مين؟ عندي 7 جزيئات مفيش غيرهم. طب ازاي 7 عناصر من وسط الجدول الدوري 118 وحد من الطلبة يقول لي ايه؟ ده معظم جزيئات العناصر ثنائية الذرة. الكلام ده غلط. انا عندي 7 بس هم اللي ثنائية الذرة. زي مين؟ الهيدروجين، النيتروجين، الاكسجين، الفلور، الكلور، البروم، اليود. طبعا خد بالك لو علمنا على ال5 دول، هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلور، كلور، دول يا شباب بنسميهم الغازات النشطة او الغازات النشيطة. دي دايما غازات بتميل الى الدخول في تفاعلات كيميائية. طيب تمام. امال مين الغازات دي؟ احنا لسه قايلين من شوية يطلق عليها لفظ الغازات النبيلة او الغازات الخاملة. يبقى انا عندي الغازات نوعين: يا اما تكون غازات نشطة يا اما تكون غازات خاملة. مجموع الغازات في الجدول الدوري كلهم كام؟ انا عندي 6 غازات خاملة، عندي 5 غازات في الحالة النشطة. اجمالي الغازات كام يا جماعة؟ 11. باقي عناصر الجدول الدوري في الحالة الصلبة. يعني عندي الجدول الدوري غاز وصلب بس؟ لا، عندك عنصرين في الحالة السائلة: البروم Br2 الفلز الوحيد السائل، الزئبق Hg هو الفلز الوحيد برضه السائل. لو خدت بالك انا قلت Hg ما قلتش Hg2 لان الجزيء بتاعه برضه من ذرة واحدة.
طبعا البروم احنا قلنا لسه قايلين ده عنصر في الحاله السائله. اليود ده عنصر في الحاله الصلبه. طب يا شباب كلام ده تمام زي الفل. طب قد يكون الجزيء مكون من كام ذره ثانيه؟ ممكن اكتر من ذرتين، يعني عديد الذرات. طب زي مين؟ غاز الاوزون رمزه O3، بخار الكبريت S8، بخار الفوسفور B4. خد بالك من العنصرين دول بالذات. كده كده الO3 ده غاز الاوزون، ده اللي هو موجود في الطبقه الخارجيه للارض اللي بيحمي من الاشعه الفوق بنفسجيه. طب لو بنتكلم عن الكبريت والفوسفور تحديدا، نركز واحنا بنشتغل في اي مساله او في اي سؤال. لو انا بشتغل على الكبريت في الحاله الصلبه اللي هي سوليد، يبقى الجزيء بتاعه من ذره واحده. لو بتكلم عن الكبريت في حاله الفيبور البخار، فالجزيء بتاعه من 8 ذرات. خد بالك ده جزيء عنصر وليس مركب، لان ذراته في حاله التماثل. طيب تمام. لما نيجي نتكلم برضه عن الفوسفور، اخد بالي ان البي في الحاله الصلبه بيتكون الجزيء من ذره واحده. الفوسفور في الحاله البخاريه بيتكون الجزيء من 4 ذرات. عندي برضه الزرنيخ AS4 بيتكون الجزيء من 4 ذرات. يبقى الخلاصه يا شباب عشان نتكلم ونشرح او نعمل معادله كيميائيه صح، اعمل تكوينها مظبوط، وبعد كده اقدر اعمل لها عمليه وزن بشكل دقيق، ان اي جزيء في الجدول الدوري الجزيء بتاعه من ذره واحده. طب جزيء ايه؟ قال لك العناصر الصلبه. طب مين كمان؟ الغازات الخامله. وخد بالك ان انا مش هلاقيها عندي في معادلات كيميائيه، لان هي عناصر لا تميل الى الدخول في تفاعلات كيميائيه. طب الجزيئات في منها ثنائيه الذره. طب كم عنصر؟ 7 عناصر بس ثنائيه الذره: هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلور، كلور، بروم، يود. طب بعد كده عندي جزيئات عديده الذرات: غاز الاوزون، بخار الكبريت، بخار الفوسفور. طب تمام. يبقى دي جزيئات عديده، في جزيئات ثنائيه، في جزيئات احاديه. طب لو انا بتكلم بقى عن جزيء المركب، جزيئات المركبات يا جماعه تتكون من ذرتين او اكثر. ما عنديش مركب بيتكون من ذره واحده، لانه في الحاله دي ما اسموش مركب، ده اسمه عنصر. يبقى على الاقل ذرتين. زي مين؟ اول اكسيد الكربون، عندي كربون وعندي اكسجين. زي مين او اكثر؟ كربونات الصوديوم، زي حمض الكبريتيك، زي حمض الفوسفوريك. يبقى انا عندي يا جماعه الجزيئات يا اما جزيئات عناصر يا اما جزيئات مركبات. ركز قوي وانت بتذاكر جزيئات العناصر، هتفيدك قوي في كتابه المعادلات، هتفيدك قوي في الجزء بتاع الحسابات الكيميائيه. طب تمام، لحد كده المحاضره بتاعتنا النهارده انتهت. محتوى المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنبدا مع بعض نفسر انواع العناصر، الفلزات وسلوكها جوه التفاعل، اللافلزات وازاي بتسلك سلوك جوه التفاعل، اشباه الفلزات، الغازات الخامله، خواص كل عنصر منها، ازاي بيميل في الدخول في التفاعلات سواء بالفقد او الاكتساب او المشاركه الالكترونيه، ازاي نكون صيغه كيميائيه، ازاي نكتب معادله كيميائيه بشكل مظبوط ونعمل لها عمليه وزن. الف شكر يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره دي. ان شاء الله الملف الPDF هيكون موجود معاك في رابط المحاضره اسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.